السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أحمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كيكة النسكافيه بطريقة سهلة ومقادير مظبوطة جدا، وان شاء الله تنجح معاكي من أول مرة. أرجو الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة. اللهم ارحم موتانا جميعا يا رب العالمين، وجزاكم الله كل خير. هنجيب 3 بيضات وعليهم رشة فانيليا أو بيضتين كبار، ونضربهم مع كوباية سكر حبيبات عادي. تمام، هضربهم مع بعض لحد ما يدوبوا تماما بالشكل ده. نقدر نعملها بمضرب كهربا، بالخلاط، بمضرب يدوي، المتاح عندك. الكيكة دي يعني تتعمل بأي حاجة. خلاص، هنزل بمعلقة نسكافيه كبيرة، أي نوع، كلاسيك، باودر، أي نوع انت تفضليه. أنا بحب الحبيبات ده. تمام، علشان خاطر بيبقى ليه طعم حلو مختلف. خلاص، هنزل بكوباية لبن، كله بنفس معيار الكوباية، كوباية المعيارية أو بالمج العادي، بس يكون بنفس الكوباية. نص كوباية زيت، ومعلقة كبيرة خل، عشان خاطر طبعا الخل مادة رافعة. وهضرب مع بعضه، وهكون مجهزة كوبايتين دقيق عليهم باكت باودر وذرة ملح. هقلبهم كويس جدا مع بعض، وهنزل بيهم على بقية المكونات بتاعتي لحد ما ألم العجينة تماما. خلاص، كل المكونات كده تختلط مع بعضها. سهلة جدا ومقاديرها بسيطة وما فيهاش أي حاجة. بيضتين كبار أو ب3 بيضات صغيرين، عليهم رشة فانيليا، ونزلت بكوباية سكر حبيبات، وبعدين نزلت بكوباية اللبن ونص كوباية الزيت ومعلقة كبيرة خل ومعلقة كبيرة نسكافيه، والكوبايتين الدقيق بتوعي على الباودر على ذرة الملح. دي كانت مقاديرنا بسيطة جدا وسهلة وما فيهاش أي حاجة. طبعا الفرن بتاعي سخن، والقارب بتاعي مدهون زيت عادي خالص أو زبدة المتاح عندك، وهنزل بيها كده في القارب، أي قارب عندك. حبيبات النسكافيه دي بتدي طعم وشكل تحفة. تمام، طبعا دي حسب الرغبة. هدخلها الفرن، هتاخد معايا حوالي ساعة الا تلت على 180 على الرف الوسطاني، وهتطلع معايا بالشكل ده ما شاء الله عليها. طبعا بختبرها بخلة او بسكينة، وقلبتها بالشكل ده. شايفين لسه البخار بيطلع منها، هي سخنة. تمام، لحد كده الكيكه بتاعتنا خلصانه وما فيهاش اي حاجه. تتاكل كده وزي الفل، ما فيهاش اي مشكله. عايزه تضيفي لها بقى صوص وتبقى طعمها تحفه اكتر، وتقدميها قدام اي حد كده كانها تورته او جاتو او كيك مش عادي. تمام، هنعمل صوص مختلف. نص كوبايه لبن دوبت فيها معلقه نسكافيه، وحطيت ربع كوبايه سكر، وحطيت ربع كوبايه لبن بودره، وربع كوبايه اللي هو كريم شانتيه غير محلى، وضربتهم كلهم كده مع بعض. خلاص، يبقى نص كوبايه لبن دوبت فيها معلقه النسكافيه لحد ما دابت تماما، وبعدين نزلت بربع كوبايه سكر، ربع كوبايه لبن بودره، ربع اللي هي كوبايه اللي هو كريم شانتيه غير محلى. خلاص، ونزلت بالصوص كده عليها، بتبقى تحفه. طبعا ده اختياري، ده بيبقى طعمها تحفه جدا جدا. ولو بقى منك حاجه، ده تقدري تعملي بيه نسكافيه عادي. الفوم ده تقدري تحطيه في مج كده، وتحطي عليه اللبن بتاعك، بيبقى تحفة. هجيب بقى شوية نسكويك أو أي كاكاو عندك، وهحطهم كده تزيين كده على الوش، وكمان بيدي طعم حلو. ولادك هيحبوها جدا ومغرية، وكمان مقاديرها جميلة جدا ومغذية. وده شكل الكيكة بتاعتنا، جميلة جدا وما خدتش وقت، ومقاديرها بسيطة، وبألف هنا وبألف شفا. هقطع لكم قطعة كده كمان عشان اوريكم قد ايه من جوه مفرغة وهشة جدا، و يعني قطنية جدا. شايفين ما شاء الله عليها، تحفة جدا. الطعم بقى يا جماعة تحفة. يعني الطعم بصراحة طعم كيكة النسكافيه مغري جدا جدا، وبسيطة وسهلة ومقاديرها بسيطة، وتقومي تعمليها حالا، متاخدش معاكي اي وقت. شايفين قد ايه هشة وجميلة، وان شاء الله باذن الله تظبط معاكي من اول مره، وطعمها بجد تحفه. انا دايما بسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، ومنتظره تعليقاتكم. ولو الحلقه عجبتكم ما تنسوناش سبسكرايب لقناتنا ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانتظرونا في حلقه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.